بعد كده آخر سؤال اللي احنا هنتكلم فيه، حضرتك بعد ما اشتغلت معانا وقابلناك 3 شهور، حضرتك ما عرفتش تكتب أي دكتور وما حققتش رقمك، فطبيعي كده، هل حضرتك كده طبيعي كده هتحس إن أنت مش مناسب للكارير، وهتبدأ تشوف بقى شغلة تانية مناسبة ليك، ولا هتعمل؟ طبعا دي من أسئلة برضو الفخ اللي ممكن زمايلنا كتير بتقع فيها، لان هو بيشايف ان الرد الانسب والصح ان هو يقول له اه طبعا يا دكتور خلاص انا هسيب الكلام. وده هو ده الغلط اللي هو فعلا بيستبعدك من الشغل، وخلاص بيشوفك ان انت مش مناسب للشركه، لان ده السؤال هو بيقيس فيك الاستسلام. فالمفروض الرد: لا يا دكتور، انا حتى انا كده كده مصمم ان انا انجح في الكارير ده، ولو حصلت حاجه زي كده لا قدر الله، انا هيبقى الاكشن بتاعي اللي انا هسال مديري: انا يا دكتور عاوز انجح في الكارير، وانا بعد 3 شهور ما قدرتش انجح مع الدكاتره، وما قدرتش اخلي احقق تارجت. ايه نقط الضعف اللي حضرتك شايفها عشان اشتغل عليها، وايه نقط القوه اللي انت شايفني احاول ازودها عشان احقق رقم. ابدا اشوف لو في امكانيه ان انا اطلب تريننج تاني عشان افهم الحاجه اللي انا مش فاهمها، هطلب ده من مدير. لو انا اطلب من زمايلي اللي هم معايا في نفس الشركه اعرف هم ازاي بيحققوا عشان اعمل زيهم، هعمل ده. لو زمايل بره الشركه ابدا اقعد معاهم واشوف هم بيحققوا ازاي عشان اعمل زيهم، هعمل ده. لكن يا دكتور في كل الاحوال انا مش هسيب الكارير ده، لان انا مصمم انجح فيه، ومتاكد ان شاء الله هيبقى ليا تايتل كبير في اقرب وقت، وفي وقت قليل، لان انا واثق ان انا هنجح في الكارير ده. إجابة السؤال الأخير في أسئلة الاتش ار. احنا يعتبر كده جمعنا وقلنا أكتر الأسئلة اللي هتقابل حضرتك في الاتش ار انترفيو، وقلنا حضرتك الإجابة الأنسب. هيتبقى